طبعا يا غوالي هلا بدنا نحكي على شغلة جدا مهمة، لأنه هي الوصفة مخصصة بس لفاكهة البرتقال. يعني في حال انتم بتحبوا الموز، بتحبوا المانجا، ما بإمكانكم تسووا على نفس هي المعايير، لأنه البرتقال بيحتوي على سوائل عالية. بقى احنا نستخدم البرتقال نفسه كسائل إنشان يساوي عنا أفضل عجينة كيك. أما بالنسبة للموز فهو ما بيحتوي على السوائل هاي، فلازم نخففه بحليب وله طرق تانية. بالمناسبة أنا اليوم أي فاكهة بتجيني عليها أكثر ردود رح اسوي لكم اياها باقرب وقت باذن الله تعالى، ككيك يكون مرتب وشي مو مشان شي، مشان صحتكم يا غوالي. تعالوا نحكي شوي على المكونات والمقادير. اول شي مثل ما انتم شايفين عندي طحين، عندي كاستين وربع من الطحين. نفس الكاسه اللي بستخدمها لتعيير اي شيء بستخدمها للطحين. من نفس الكاسة اللي عيرت فيها الطحين بعير فيها كاسة من الزيت وكاسة من السكر. وهون أنا قدامكم مثل ما أنتم شايفين حبتين متوسطة من البرتقال، ما يعادلوا كوب. البرتقال هذا الألياف اللي فيه رح تعطي نكهة جدا جميلة، بس أهم شيء إنه نخفف من القشرة البيضاء قد ما فينا. القشرة البيضاء بتعطي مرارة قوية وقت الخبز، مشان هيك لازم يكون البرتقال قد ما فيكم تخففوا من القشرة البيضاء. واكيد ما بيحلو الكيك الا بشويه فانيلا، مو مشان شيء، مشان صحتكم يا غوالي، مشان النكهه الطيبه. ورح نحط شويه نشا، النشا بيعطي تماسك جميل للكيك وبيعطيه قوام جدا رائع. واكيد بما انه عم نعمل كيك لازم نساوي البيض، لازم نحط فيه بيض. الكيك اللي بدون بيض هذا له طرق تانية. اليوم احنا رح نعمل اساس الكيك اللي هو مبني عليه بالبيض. واكيد ما بنستغني عن البيكنج باودر والبيكنج صودا، والاهم من هذا رشه ملح صغيره، مو مشان شيء، عشان تتحرك الجلوتينات تبع الطحين ونتحكم فيها بطريقه جدا جميله، وبنفس الوقت بتظهر باقي النكهه. بالنسبة لعجينة الكيك يا غوالي لازم نعملها على مرحلتين. المرحلة الأولى اللي هي المكونات الجافة لازم نخلطهم مع بعض. المرحلة الثانية لازم نسويهم على الخلاط، لازم نعطيهم فوم جدا جميل، يعني يدخل جوات الخليط الهواء عشان يطلع عنا كيك اسفنجي. فمشان هيك أول شيء عندي هون كاستين وربع من الطحين متعدد الاستعمالات. طبعا رح أكتب لكم كل المكونات والمقادير بنهاية اليوم بإذن الله تعالى، عشان تاخذوا منها صورة وتكون موجودة عندكم، لأنه فعلا هي الوصفة من أحلى الوصفات اللي ممكن تجربوها. مثل ما اتفقنا كاستين وربع من الطحين، بضيف عليهم معلقتين صغار من البيكنج باودر بهذا الشكل، ولازم ننخلهم. النخل اللي هو نحطه عن طريق المصفاية. حتى الطحين اللي عندي منخول، لأنه الطحين بيخاف إنه يكون جواته أي تكتلات، لازم ننخله نتأكد إنه ما فيه أي تكتلات. وبالنسبة كمان للبيكنج باودر وللبيكنج صودا اللي هو كربونة، الكربونة احنا بنقلها بسوريا، فبنحط نص معلقة صغيرة بهذا الشكل بيكون تمام. ليش بدنا ننخل كل هالمكونات؟ لانه مثل ما انتم شايفين البيكنج باودر والبيكنج صودا احتمال يكونوا متكتلين معنا، بقى وقت نخلطهم رح يطلعوا جوات كتل جوات الكيك، ما رح يتفاعلوا بالطريقه الصحيحه اللي نحن بدنا اياهم. بقى لازم ننخلهم عشان يتوزعوا بشكل صحيح. عندي هون معلقتين كبار من نشا الذره بحطها هيك فوقهم، وهلا بسمي بالله وبنخلهم كلهم بهذا الشكل. شايفين في بيكون تكتلات، شايفين هي التكتلات اللي انا عم بحكي عليها ما بدي اياها. فباستخدام الايد بمعسها بهذا الشكل او بهرسها عشان نتاكد 100% انه نزلت متصفايه او منخوله 100%. هلا بيبقى علينا رشه صغيره من الملح، مو مشان شيء، مشان صحتكم. وبنبدا نقلب المكونات الجافه مع بعض كثير منيح، ونتاكد انه توزعوا بالطريقه الصح 100%. هلا اجينا عند المرحلة الثانية اللي هي مرحلة الخلاط، بدنا نحط فيها كل شيء سوائل. بس هون في نقاط جدا مهمة لازم اشرح لكم اياها، ولازم تنتبهوا معي 100% عشان ينجح معكم الخليط وتطلع معكم كيكة اسفنجية طيبة لذيذة، مو مشان شيء، مشان صحتكم. اول شيء بنجيب الخلاط، بدي نزل عليه البيض اللي عندي هون 4 بيضات كاملين بسمي بالله، وبنزلهم بهذا الشكل مثل ما انتم شايفين يا غوالي. بالنسبة للبيض في ناس بتخاف انه ممكن يعطي نكهة زنخة او شيء. البيض اذا استوى بالفرن كتير منيح رح يعطيكم نكهة جميلة، ورح تروح منه ريحة الزنخة او اي شيء ممكن يأثر على البيض. فمشان هيك كمان في عامل اختيار اذا حبيتوا، اللي الناس بتخاف من زنخة البيض، اللي هي شوي صغيرة من الخل الابيض. ما بتأثر على طعم الكيك، بس بنفس الوقت بتقتل كل شيء بكتيريا موجودة جوات البيض. مع انه البيض رح ينشوى رح تروح منه الزنخة، بس في ناس بتضل بتخاف. فمشان هيك هلا كمان رح نضيف شوية من الفانيلا، عيار معلقة صغيرة. علينا نعمله يا غوالي هلا انه نضيف البرتقال، لب البرتقال كامل بهذا الشكل مثل ما انتم شايفين. هذا رح يعطي سوائل جدا جميله، وطعمه البرتقال رح تتعزز كثير. ورح نضيف كمان
كاسة من السكر. بإمكانكم تقللوا شوي للناس اللي بتحب تقلل، هي بترجع على حسب الرغبة، بس كاسة بيعطيكم العيار الموزون 100%. بالنسبة للزيت ما بننزله هلأ، بننزله آخر شيء. وقت نخلط الخلاط بنبدأ ننزل الزيت تدريجيا كأنه عم نسوي مايونيز أو كريمة توم، بدنا إياه يعطي فوم جدا جميل عشان يطلع عنا الكيك رائع. بس أنا رح أضيف كمان شغلة اللي هو شوية صغيرة من بشر البرتقالي، اللون البرتقالي، بس ما بدي اخذ من اللون الابيض. هذا فيه زيت بيعطي نكهه جدا جميله ورح يعزز النكهه للكيك. فبسمي بالله وببدا باخذ من بشر البرتقال. بدنا نسمي بالله يا غوالي ونبلش نضربهم على الخلاط. بس قبل ما ابلش اضربهم انا حاطط الزيت بكاسه، بقى هيك ما رح احسن نزلهم بشكل خيط كامل. بقى مشان هيك بسمي بالله بحطهم جوات بريق لكاسه الزيت كامله، وببلش خلط. مع الخلط بنزل الزيت تدريجيا. فهلا بفتح هذا الغطاء الصغير اللي هون، ببدا خلط وبنزل الزيت تدريجيا بهذا الشكل يا غوالي. هيك الخليط صار عندي جاهز، ولا رح اورجيكم قوامه. لكن نقطة جدا مهمة اللي هي الطحين ما بنحطه جوات الخلاط، ولا بنمسك مثلا ويسك وبنقعد بنحرك بقوة، لأن الطحين فيه جلوتينات، زي الجلوتينات ترابطت مع بعضها رح يطلع عنا مثل الخبز. ما بدنا احنا شيء مخبوز، بدنا اياه يطلع كيك اسفنجي جميل. اذا تحركت الجلوتينات رح يترابطوا مع بعض. فهي نقطة جدا مهمة. وهلا اطلعوا لي على الخليط اللي عنا، شوفوا القوام كيف صار. هيك خليط تقيل بهذا الشكل، شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، هذا القوام الصح، هيك بيكون تمام. هلا شو بنعمل؟ باستخدام المعلقة بنبدأ نقلب تقليب من تحت لفوق بهذا الشكل يا غوالي، لحتى يختلط كل شيء معي بالتمام. وبس كل شيء اختلط بنوقف تحريك على السريع عشان نتأكد انه الجلوتينات ما تتفاعل 100%. اختفى الطحين عندي يا غوالي. شوفوا القوام اللي وصلت له، شوفوا بسم الله ما شاء الله. هذا هو قوام الكيك اللي نحن بدنا اياه. هلا صار الوقت عشان احكي لكم على القالب. القالب كمان نقطة جدا مهمة. بامكانكم استخدام اي قالب انتم بتحبوه وباي شكل انتم بتحبوه. اهم شيء انه يكون مدهون بالزبدة كثير منيح، والزبدة ما تكون مايعة كثير، لازم تكون فيها شوية برودة. يعني اذا دهنتوه بزبدة شوي مايعة دخلوه على البراد شوي وطالعوه. ليش؟ لانه بس ننزل الخليط ما بدنا اياه يختلط مع الزبدة، لا بدنا يكون في حاجز بينه وبين القالب، مشان وقت ندخله على الفرن هذا الحاجز يدوب ويخليه مفصول تماما مشان ما يلزق معنا بالمرة. هلا بسمي بالله وبكت الكيك. طبعا هون في قاعدة عامة بتقلكن انه ما تحطوا اكثر من 60% من القالب يكون من الكيك، مشان ما يطلع نافش او يطف جوات الفرن. بقى ما رح نكتر، شغلة 60% بيكون تمام. طبعا نحن هيك يا غوالي حطينا الكيك، وانا قلت لكم لازم تكون نسبته 60%، بس انا طلع معي اكثر من هيك بشوي، ما في مشكله. الزايد رح قصه بالنهايه، لانه احنا بدنا نقلب الكيك. بتعتمد على الصينيه اللي عندكم، صينيتكم اكبر من هيك بشوي بيكون جدا مناسب. انا بعرف انه رح ينفش شوي بس ما في مشكله. هلا صار الوقت عشان نحكي على الفرن. الفرن نقطه جدا مهمه، لازم يكون شغال من فوق وتحته مروحه. المروحه بتخليه ينفش للكيك، يدخل له هواء كثير منيح. وبنفس الوقت لازم يكون على حرارة 180، مو أكثر من هيك ولا أقل من هيك. بياخذ تقريبا 35 دقيقة ل 40 دقيقة. لازم تراقبوه كثير منيح بهالأوقات، يعني بعد 30 دقيقة عدوا راقبوه لحتى يوصل للون الجميل. وهيك بيطلع من الفرن وبيطلع بإذن الله جدا خرافي، بينحط بالرف الوسطاني. بدنا نعمل صوص البرتقال عبين ما يستوي الكيك بالفرن. بقى مشان هيك الصوص بدنا نعمله ونخليه يبرد شوي عشان نحسن ناكله مع الكيك. اول شيء عندي كاسة كاملة من عصير برتقال طبيعي. البرتقال اللي عندي عصرته وصفيته بهذا الشكل مثل ما انتم شايفين. من نفس الكاسة بضيف عليه نص كاسة من السكر، هيك بيكون تمام. بس لازم مشان ما يسكر، لانه نحن عم نساوي قطر بس بنكهة الليمون. فمشان هيك بنسمي بالله بنكهة الليمون بنكهة البرتقال. البرتقال والليمون قراب على بعض بس حلوين. المهم بنعصر ليمونة كاملة. الليمونة هون بتمنع القطر او السيرب اللي احنا عم نعمله انه يسكر معنا وقت يبرد. بقى الليمون جدا مهم وبيعطي حموضة طيبة جدا مع البرتقال. الليمون والبرتقال صراحة بتحسون اولاد عم بيحبوا بعض كثير. انا بحب ضيف عليه نكهة اضافية اللي هي شوي صغيرة من الفانيلا السائلة. بهذا الشكل بيكون تمام. اللي احنا نعمله يا غوالي لازم نحرك كثير منيح، نتاكد انه السكر والفانيلا دابوا جوات عصير البرتقال، وبنتركه على نار متوسطه لمده 10 دقائق يغلي شوي شوي. وقت يغلي شو بيصير هون؟ بيتكثف، بيطلع كل السوائل بتتبخر، فبيتكثف قوامه وبيصير عندنا صوص ثقيل جميل رائع
بس يخلص باذن الله تعالى حورجيكم القوام اللي لازم توصلوا له. بعد 10 دقائق يا غوالي شوفوا بسم الله ما شاء الله، شوفوا على هالقوام بسم الله ما شاء الله. طبعا قوامه يعد شوي خفيف لانه سخن، بس تركوه يبرد شوي بشد وبيصير اموره باللوز. حتى اذا بتطلعوا انه النسبة نزلت لتحت النص بشوي مثل ما انتم شايفين يا غوالي، نزلت النسبة المي، وهذا اللي نحن بدنا اياه، وهذا القوام المناسب، ومو باقي الا شوي ومنطلع الكيكة من الفرن عشان نورجيكم اياها يا غوالي. طبعا يا غوالي هيك الكيك طلع من الفرن، اخذ بالضبط 35 دقيقة. بس كيف بنعرف انه الكيك استوى ولا لا؟ اول ما تطلعوه من الفرن بتجيبوا عود خشبي، بنيجي من منطقة الوسط بنغزه بهذا الشكل وبنطالع العود. اذا طلع ناشف معناته انه هو مستوي 100%. اذا طلع فيه عليه اي رطوبة ساعتها بنرجعه بالفرن. بس هي العملية ما بنسويها الا بعد ما يمر نص ساعة على الكيك، لانه اذا كل شوي فتحنا على الكيك رح يخفس، بدنا اياه ياخذ النفشه الجميله. هي نقطه اولى. النقطه الثانيه، في حال بعد 20 دقيقه لقيتوا الكيك عم ياخذ لون احمرار مع انه الحراره 100% على 180، شو بتعملوا؟ بتغطوه بورقه قصدير عشان تحموا الوش تبعه، بعدين بتتركوه يكمل المده الزمنيه تبعه، بتفكوا عليه اخر تقريبا 5 دقائق عشان ياخذ اللون الجميل، وهيك بيطلع معكم اطيب كيك برتقال يا غوالي. هلا صار الوقت عشان نتركه يبرد شغله ال10 دقائق، بعدين نقلبه ونورجيكم اياه. طبعا يا غوالي هلا برد عنا شوي الكيك وصار بامكاني يمسك القالب. هلا بجيب الصحن اللي بدي اقدم فيه وبحطه هيك على القالب بسم بالله وبقلب بهذا الشكل. شوف بسم الله ما شاء الله كان رح يوقع شفت. المهم هلا بنسمي بالله وبنرفع عليه، شايفين بيطلع معنا بهذا الشكل الجميل. لساته سخن، خليه يبرد كمان شوي تانية عشان نقطعه ونورجيكم النتيجة. بتشوفوا بسم الله ما شاء الله كيك اسفنجي رائع بكل معنى الكلمة. شايفين بسم الله ما شاء الله. هلا يا غوالي بس برد عنا الكيكه شوي، هلا بنسمي بالله بنجيب الصوص كمان، الصوص عنا برد وبنبدا نصقيه بهذا الشكل. شوفوا لي على هالمنظر، يا سلام يا سلام. هذا المنظر مو مشان شيء، مشان صحتكم. شوفوا الله الله الله، هيك سقسقوا لي ونغنغوا لي اياه بالصوص. الله الله الله. هلا بنسمي بالله يا غوالي وقربوا لهون، خلينا نقص الكيكه بهذا الشكل. شوفوا يا سلام يا سلام على هالطراوه، بنقصها بهذا الشكل. شوفوا يا سلام الله الله الله. هلا بنحملها هيك، شوفوا لي على هالمنظر، شوفوا على الكيك الاسفنجي، شوفوا على هالقوام. هلا بنحملها هيك وبنحطها هون بالصحن. شوفوا شوفوا على هالكيك، شيء خرافي على الاخر. بما انه يا غوالي عاملين كيك فلازم يكون جنبه صراحه كاسه شاي. عبد الرحمن انت لازم تعمل لي كاسه شاي هلا بعد شوي. طبعا هلا بعمل لك وحده بريق شاي انا وياك ومحمد عشان ناكل هالكيك الجميله. طبعا انا بحبها مع الشاي، في ناس بتحبها مع القهوه. انتوا اكتبوا لي يا غوالي بتحبوها مع القهوه ولا مع الشاي. هلا قربوا لهون، خلينا نقسمها قدامكم ونشوف. شوفوا على هالطراوه، يا سلام يا سلام. هذا هو الكيك ولا بلاش؟ شوفوا شوفوا الله الله الله. قول بسم الله يا كريم وندوق بسم الله. خرافيه. الصوص عامل عمل رهيب. شوفوا يا عيني، خليني اقسمها هيك. شوفوا يا سلام يا سلام، كيكة كبيرة. ايوه هيك، شوفوا القوام ما احلاه، شيء خرافي على الاخر. بسم الله. رح تدمن عليه